السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معنا في قناتي كراميلا. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم وصفة جديدة وهي عبارة على السمك بالطريقة المغربية بالشرمولة. انا هنايا جبت معايا جوج تاع السمكات اللي سميتهم المكانه. هنا راه نظفهم ليا صاحب السمك وشال لهم الجلد سلخهم، وانا جيت للدار نظفتهم مزيان. ماشي نحتاج هنايا دوائر بطاطس، انا سلقتها نص سلقه باش ما تجيش قاصحه. هنا غادي نحتاج فلفل اخضر دوائر، ولو عندك فلفل الوان يمكن لك تستعمليه. هنا طماطم دوائر، هنا الباذنجان ولا الدنجال دوائر، وهنايا فلفل حراق. هنا استعملت نص عصير تاع الليمونه، عصير الحامض. هنا عندي شويه الزيت، هنا القزبر ومعدنوس، وهنا عندي ثوم مبشور، وهنا شرائح الحامض او الليمون للتزيين. بالنسبه للبهارات استعملت شويه ديال الملح، الفلفل الاسود، زنجبيل، كركم، بابريكا او التحميره، قزبر ناشف، شويه الشطه هنايا السودانيه، وهنايا البصل باودر، بودره البصل، وهنا شويه ديال الكمون ما تستعملوهش كتير باش ما يجيش طعم السمك مر. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي ناخذ هذا السمك انا منين شديته غسلته، فانا هنايا فلحته، قطعت شويه من هنا وشويه من هنا، جرحته بالسكين وكمان من هاد الجوانب. دابا غادي ناخذ السمك وغادي نزيد عليه التوابل زائد الثوم والقزبره والبقدونس والليمون والزيت، وغادي نخلطهم مزيان ونحاول هذا ندير لهم العطريه مزيان باش يتشبعوا. هنايا خديت البايركس، حطيت دهنته شويه بالزيت، وحطيت عليه الطماطم والمطيشه، ودرت عليها الملح والفلفل الاسود. وهنايا غادي نحط السمك ديالي في هاد العطريه اللي بقات ليا هنا. صافي هنايا هاد البطاطس هنايا درتها في الشرموله، ونبدا دابا نحطها نستفها بطريقه عشوائيه. نستف هنايا فوق الفلفله والطماطم. انا راني سلقتها نص سلقه. الفلفله والطماطم والباذنجان اللي بقاو عندي، ونحاول هنايا نزين بهم. صافي من بعد ما نحط الخضر كامله المتبقيه، نشد سميتها نغطيها بالبابي الومنيوم وندخلها الفران ديالي طيب. صافي دابا هنايا غادي ناخذها، وهنايا غادي نغطيها، ندير هذا قطع الشرائح ديال الليمون، ونغطيه بالفويل ولا بابي الومنيوم وندخلها الفران.
شوفوا البنات سبحان الله، هنا ملي كندير دابا الحوتف هذا تاع الزاج ديال البايركس، جيت لقيت الضو تقطع في الدار. يعني عندي انا فرن كهربائي فما يمكنش ليا، ودابا وقت الغدا ما يمكنش ليا نتسنى. قلبتها في هاد اللاطه ديال الفرن وغطيت هنايا السمك ديالي والبطاطس، عاودت حطيتها هنايا وغطيتها بالفران ديال الزنقه. يلا ملي نطيب ان شاء الله ونجيبها نعاود نصورها لكم. هذا هو البنات الشكل النهائي ديالها. انا يلا دابا جبتها من الفران، ها هي كتجي بحال هكذا، وراني رافقت معاها هنايا البقوله صافي. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتخليوا لي جيم وكوموندير. بالصحه والراحه.